السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطالنا حبايبنا، يا رب دايما تكونوا بخير وأهلا بيكم مرة تانية في النموذج الاسترشادي التاني لمادة الجغرافيا. ونبدأ في تفاصيل الامتحان على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول بيقول لحضراتكم يمكن دراسة أثر القوى المورفولوجية اللي هو الشكل والمساحة، والقوى الديموغرافية اللي هو السكان، والقوى العسكرية اللي هو الجانب الحربي على قوة الدولة الموضحة على الخريطة عن طريق أحد مجالات الجغرافيا السياسية. طيب، بالنسبة للدول الموضحة على الخريطة دي دولة روسيا ودي دولة الصين. بالنسبة لي دلوقتي أقدر أدرسها من خلال إيه؟ من خلال دراستي للوحدات السياسية. طيب، السؤال اللي بعده بيقول لحضراتكم يجب أن تكون المدينة صعبة الاختراق من الأعداء ويسهل في نفس الوقت دخول وخروج المواطنين منها. حلوة الجملة. نستنتج من المقولة السابقة أنها تعبر عن إيه اللي يبقى عندها. أعتقد الحدود المحصنة أفضل عشان تقدر إن هي تحمي المدينة من أي اختراق ليها، بس في نفس الوقت يبقى في دخول وخروج، لأن يا جماعة الجبال ما بتبقاش مقفولة، بيبقى في ممرات جبلية اللي هي مناطق المداءات اللي بين الجبال. تابعت الجماهير المصرية وجماهير العالم تابعت جماهير مصر وجماهير العالم حفل قرعة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية. تعبر المقولة السابقة عن أهمية أحد التقنيات الحديثة في الجغرافيا السياسية. احنا بنتابع اللي بيحصل، خدها تكنولوجيا الاتصال. تمام. السؤال اللي بعده، ترتبط العملية الانتخابية باستخدام التقنية الحديثة. امتى بنستخدم تقنية حديثة؟ او ايه اللي التقنيات اللي احنا بنعملها؟ احنا مش عايزين نظم معلومات هنا. ترتبط العملية باستخدام تقنية حديثة. استنى بس استنى. احنا عايزين نظم معلومات هنا قصدي يعني. طب عايزين نظم معلومات، طب ما هي نظم اهي ونظم اهي. هنا مفيش نظم معلومات ومفيش نظم معلومات. خلاص، الف وب. نظم معلومات معايا استشارة عن بعد؟ لا، خدها احسن وسائل الاتصال افضل يعني. يقول ابن خلدون غاية العمران أن هي الحضارة والترف، وأنه إذا بلغ غايته انقلب وأخذ في الهرم كالأعمار الطبيعية للحيوانات. يتشابه مضمون العبارة السابقة مع مين؟ ده راتزل، لأن راتزل وابن خلدون بصوا للدولة ككائن حي. سؤال جميل أوي ده. في حال تحول الدولة العربية إلى وحدة سياسية واحدة، أي العناصر التالية يجب أن يضاف إليها؟ يضاف إليها إيه؟ هي عندها رقعة وعندها استقرار وفي روابط، ممكن نضيف لها بقى سيادة السلطة، لأنها بقت دولة مش بقت أمة، لكن لو أمة مش هيبقى فيها إيه؟ سيادة سلطة. تتشابه الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تتشابه في إيه؟ طيب والله يا جماعة، هو الولايات المتحدة دولة فيدرالية، والاتحاد الأوروبي اتحاد كونفدرالي. وظائف لأ، وظائف لأ، لا مركزية لأ، خدها مركزية الحكم، لأن الحكم بيبقى تابع من الحكم المركزي. تمام؟ تعال نشوف الخريطة ونستنتج. تتوقع إذا اتحدت دول الاتحاد السوفيتي مرة تانية فالتغير اللي هيحصل على الخريطة، لو الدول اتحد كلها على بعض تقل عدد الدول؟ ما سهلة دي بقى. تعال ادرس خريطة اليابان وفرنسا. تتشابه اليابان مع فرنسا في كون هما دولتين وحدويتين. دي وحدوية ووحدوية، بس دي وحدوية يعني ايه؟ فيها كل حاجة، وحدوية مثالية، لكن دي وحدوية مجزأة. تتميز فرنسا عن اليابان. فرنسا بتتميز عن اليابان تعال نشوف كده. العامل الديموغرافي اللي هو السكان يعني. طب الروابط المشتركة، العامل المورفولوجي اللي هو الشكل والمساحة، الحكومة المركزية. مش الاتنين هنا يعتبر دول وحدوية؟ طيب يبقى بلاش عامل ديموغرافي وبلاش روابط مشتركة. مين اللي بتتميز عن مين؟ تتميز فرنسا عن اليابان. فرنسا بتتميز بالعامل المورفولوجي يا جماعة. السؤال رقم 10 يقول لك ادرس خريطة الوطن العربي المقابلة ثم استنتج الدول التي يقل تأثير الموقع البحري لها. ودولة بيقل تأثير الموقع البحري ليها هتبقى دولة ايه؟ دولة حبيسة. بس استنى، قالك يقل، ما قالكش ينعدم. يقل هنا مصر والمغرب بحري، السعودية يمن بحري، تونس موريتانيا بحري، الأردن والعراق طب ما هم بحري، لكن بيطلوا بوجهة صغيرة جدا على البحر، يبقى الأردن والعراق. ادرس خريطة العالم اللي أمامك ثم استنتج. ينتمي العلماء الذين درست آرائهم في الجغرافيا السياسية إلى دولة تقع بالنسبة للعالم فين؟ طب أنا أغلب الدول دي موجودة هنا كده، يا إما في اليونان يا إما في السويد، يبقى في الشمال الشرقي. روح على الشمال الشرقي على طول يلا. ادرس خريطة العالم اللي أمامك ثم استنتج. شبه أفغانستان وناميبيا فيه. طيب هنا بقى عشان نجيب خريطة
احنا هنرجع لها تاني يا عم. افغانستان موجودة هنا اهي، اعرف عايز احددها لك بس تبقى تحديد كويس كده. وناميبيا موجودة هنا اهي. تمام. على فكرة افغانستان وناميبيا لما نيجي نشوف الاتنين يا باشا صعوبة اتصال، لا ناميبيا لا، عدد الدول المجاورة دي هتضطر تعد ومش موقع استراتيجي. بس بالمناسبة افغانستان وناميبيا الاتنين عندهم شكل مندمج ذو بروز، لو رجعت للخريطة هتلاقي الاتنين عندهم بروز ارضي ممتد في دولة تانية. 13 في 13 يقول لحضراتكم تعد من اكتر الدول اللي تمت باستخدام الاساليب الحديثة في الانتاج. عايزين دولة متقدمة يا اخوانا، يبقى نستبعد الدول النامية. مين المتقدم هنا؟ عندي فنلندا. ادرس خريطة العالم واستنتج. يقطع مدار الجدي العديد من الدول تتشابه فيه. مدار الجدي موجود فين؟ ادي يا سيدي مدار الجدي قدام حضرتك اهو. يقطع مجموعة من الدول. ايه الدول بقى او ايه التشابه اللي هو بيتشابه فيها؟ مشكلات سياسية مفيش، سهولة اتصال في شوية دول حبيسة موجودة هنا وهنا، اشتراك في أحلاف عسكرية لأ، زيادة في الإنتاج الحيواني هتاخدها أستراليا وهتاخدها كمان الأرجنتين، هي تحت شوية هنا معدي فوقها شوية. الاتنين متشابهين في الإنتاج الحيواني مع بعض. تتشابه الدولتان الموضحتان أمامك أنه عند اختيار العاصمة اهتمت به. العاصمة داخلية يبقى الموقع الجغرافي. تستطيع أي من اللي هو الحماية والدفاع. تستطيع أي من الدول الآتية مواجهة الكوارث الطبيعية دون أن تتضرر منشآتها الحيوية. على طول لازم تاخد دولة كبيرة مساحة. مين كبير المساحة هنا؟ كندا، والباقي كله يتضرر. تميز أي من الدول الآتية باللامركزية في الحكم. لا مركزية في الحكم، هنا احنا هنستبعد مين؟ هنستبعد الدول الوحدوية، يعني مصر فرنسا الصين وحدوي، استبعدهم. خد الهند لأن الهند فيدرالي. أجريت الانتخابات في كندا وفاز حزب الأغلبية في الانتخابات وشكل حكومة. هنا بقى سؤال جميل، هنا عندك حزب اهو، حزب الأغلبية شكل حكومة زي ما المنهج قال يا ابن الحلال، برلماني. تعتمد المؤسسات التنظيمية في الدول الديمقراطية على ايه؟ المؤسسة التنظيمية بتعتمد على ايه؟ طيب طالما دول ديمقراطية يبقى تفصل ما بين السلطات. تم عقد اتفاقية بين دولتي مصر وقبرص علشان يرسموا الحدود البحرية والاقتصادية في البحر المتوسط. تعبر المقولة السابقة عن ايه؟ انا في دلوقتي اتفاقية اتعقدت بين مين ومين؟ مصر وقبرص. ليه؟ عشان يعملوا الحدود البحرية. يبقى دي ناخدها النظام السياسي في الصورة المؤسسية ولا في صورته الاجتماعية؟ لا، اداري انتخابي. يبقى السياسي في صورته المؤسسية عشان الاجتماعات، عشان اللي هي المعاهدات يعني. في 21 يقول لك يعبر مضمون الصورة اللي أمامك عن أحد مراحل العملية الانتخابية. يليها إيه؟ مش دي فرز الأصوات؟ بعد فرز الأصوات يلاقي إعلان الفائزين على طول. حلل بيانات الجدول المقابل ثم استنتج. بيانات لإجراء الانتخابات في أحد الدوائر لدولة س. ماشي. جملة المقيدين في اللجنة 20,000. الأصوات الصحيحة 5,000. الباطل 1000. غير المشارك 14,000. الكلام ده ايه؟ بيانات اجراء الانتخابات. العملية دي اثناء يبقى دراسة السلوك. شكرا. سمحت دولة العراق للأقلية باستخدام اللغة الخاصة بها في دول العبارة. تعبر المقولة السابقة عن حل لأحد المشكلات الاجتماعية، وهي هنا حركة قومية انفصالية للجماعة الأكراد عشان بتكلم على العراق. في 24 يقول لحضراتكم ادرس خريطتين العالم واستنتج. التغيرات اللي حصلت في الخريطة السياسية نتج عنها زيادة عدد الدول اللي بتشرف عليها. والله يا جماعة لما ترجع للخريطة دي هتلاقي شوية الدول اللي فوق عند البحر البلطي اللي هو بحر البلطيق زادت عدد الدول اللي هي لاتفيا واستونيا والدول دي. يبقى ده البحر البلطي. يعد أكتر العوامل اللي ممكن تأثر على مستقبل خريطة العالم بالنسبة لغرب قارة أفريقيا. غرب قارة أفريقيا إيه اللي موجود هناك؟ والله يا إخوانا اللي موجود هناك مفيش سباق تسلح، مفيش هجرة شرعية، مفيش صراع ايديولوجي. غرب افريقيا خدها الصراع على المياه العذبة بتاع الرعي. حدث خلاف بين مجموعة مختلفة من المهاجرين من دولة سين وصاد عين يعني في دولة تانية اللي هي دولة لام في مدينة حدودية ولا. في ضوء العبارة السابقة استنتج. يمكن أن يتم محاسبة المدانين وفقا للقانون الخاص بهم. يا جماعة مش هم عملوه في الدولة لام؟ طب ما أنت عايز إيه؟ يبقى لام على طول. يبقى الدولة لام هي صاحبة السيادة وصاحبة القانون. يتشابه نهر الراين ونهر الدانوب.
الاتجاه العام لكل منهما، عدد الدول المطلة عليهم، عدم خضوعهم لاتفاقيات الأنهار، استغلالهم في التواصل الحضاري. طيب بص أنا هشرحها لك كده. نهر الراين ونهر الدانوب في دول تانية حبيسة بتطل عليه، فالدول دي بتستخدمه علشان يبقى عندها تواصل إيه؟ تواصل حضاري. في 28 يقول لك تعد أقل الأقليات انتشارا. هو الأقل الأقليات انتشارا هي الأقلية اللغوية. لغوية هنا يبقى في تركيا عشان الجماعة الأكراد اللي موجودين في 4 دول. ادرس الخريطة. توجد أكثر الأقليات تأثيرا على استقرار سياسي للدولة في دولتان يمر بهما إحدى الدوائر والخطوط الفلكية التالية. تعال نشوف بقى يا سيدي. سرطان وجرينتش جدي وسرطان، ماشي المدارات يعني. أكتر الأقليات تأثيرا على الاستقرار السياسي. تأثير على الاستقرار السياسي أنا ممكن أقول، تعال خد ده كده، ده دايرة الاستواء، وتعالى خد دي كده، ده جرينتش. اسبانيا تمام، والجماعة بتوع اندونيسيا عشان جزيرة تيمور الشرقية، يبقى تاخدها هنا مين؟ خدها يا سيدي دايرة الاستواء وخط جرينتش، عشان اندونيسيا على الاستواء وعشان اسبانيا على جرينتش. حلو السؤال. يظهر دور الانهار كعامل فصل بين الوحدات الادارية. بص هو الجزئية دي دور الأنهار كعامل فصل بين الوحدات الإدارية الداخلية، وحدات إدارية داخلية. خط المنتصف لنهر ريجراند هو بيفصل بين دولتين. الطريقة اللي اتعمل بيها النهر ريجراند بتاع خط المنتصف. الحوض الأدنى لنهر النيل، الحوض الأدنى لنهر النيل ده عندنا في مصر. الحوض الأدنى لنهر النيل ده موجود في مصر لوحدها، ما بيفصلش بين حاجة. طب خط العمق الملاحي لنهر الراين، خط العمق الملاحي لنهر الراين، اصل خط العمق الملاحي لنهر الراين يا جماعه برضه ما بيفصلش بين وحدات اداريه. يبقى تاني الحوض الاوسط لنهر الراين ده هو هتلاقيه بيفصل بين فرنسا وبين المانيا. طب دي مش وحدات اداريه داخليه. خط العمق الملاحي لنهر الراين، العمق الملاحي لنهر الراين برضه بيفصل بين دول. خط المنتصف للريو جراند برضه بيفصل بين دول. الحوض الادنى لنهر النيل دي موجود في مصر لوحدها، يبقى بيفصل بين المحافظات الداخليه اللي موجوده في مصر. السلام عليك، جميله، نقطه ممتازه دي، يبقى دي الصح. يمكن ان يتغير الحد السياسي لاسباب جيومورفولوجيه بين دولتين يفصلها او يفصلهما، يفصل بينهم حدود ايه؟ دي بقى المقصود بها الولايات المتحده والمكسيك عند نهر ريو جراند، يبقى حدود نهريه. ممتاز. تتوقع إذا رسمت الحدود الجبلية، الحدود الجنوبية لفرنسا مع أقدام الجبال فسوف يحدث. طيب السؤال ده عليه لغط شوية، هو فعلا في مشكلة. السؤال ده كان ناقصه تركاية صغيرة كده. ليه بقى؟ إذا رسمت الحدود الجنوبية لفرنسا مع أقدام الجبال. بص يا باشا، حدود الإيه؟ الجنوبية بالنسبة لفرنسا. طيب فرنسا اهي حدها الجنوبي، هو ما قالش بقى الحد الجنوبي ده بالنسبة لأقدام الجبال اللي فين أو فين. يعني أنا عندي هنا قدم جبل ممكن يكون موجود في شمال الجبل، وقدم جبل ممكن يكون موجود في جنوب الجبل. لكن هو هنا بشكل عام عايز يكلمك على الحدود الجنوبية لفرنسا مع أقدام الجبال، فعايز يقولك إن كل ده هيبقى تابع لمين؟ هيبقى تابع لفرنسا. فده معناه إن دولة أندورا دي هتبقى جوه مين؟ هتبقى جوه دولة فرنسا. طب تعال نشوف زيادة عدد الدول المجاورة لأسبانيا، ثبات عدد الدول المجاورة لفرنسا، زيادة عدد الدول المجاورة لفرنسا، ولا قلة عدد الدول المجاورة لأسبانيا؟ لا بالراحة بقى. ما احنا بما اننا بنقول ان الحدود الجبلية دي لفرنسا مع اقدام الجبال الجنوبية، احنا حطينا فرضية اهي انها مع اقدام الجبال الايه الجنوبية. طالما مع القدم الجنوبي يبقى زيادة عدد الدول بالنسبة لأسبانيا. طيب ثبات عدد الدول المجاورة لفرنسا، زيادة عدد الدول المجاورة لفرنسا، هتزيد الدول المجاورة لفرنسا. طب قلة عدد الدول المجاورة لأسبانيا، هنا بقى كلام جميل جدا. يبقى تعالينا على السؤال هنا، كان يقول قلة عدد الدول المجاورة لمين؟ كان المفروض يقول قلة عدد الدول المجاورة بالنسبة لفرنسا، لو كملها يعني بنفس الطريقة اللي هو عايزها دي. طيب بص يا باشا بالراحة كده وبمنتهى البساطة، أنا عايز أوصل لك في السؤال حاجة بسيطة جدا. لو الراجل ده بيقول إن الحدود الجنوبية دي موجودة في المكان ده، ده معناه
بص معايا، ان اسبانيا هيبقى مجاورها مين لوحدها؟ هيبقى مجاورها فرنسا لوحدها. فمفروض يقول قلة عدد الدول المجاورة لمين؟ المفروض يقول قلة عدد الدول المجاورة لفرنسا مش اسبانيا. ولو غيرنا كل الكلام اللي احنا بنقوله ده وطلع ان قدم الجبال موجودة هنا كده بالنسبة الى فرنسا، يبقى ده معناه ان اندورا هتبقى جوه مين؟ هتبقى جوه اسبانيا. يبقى نقول مفروض يعني هيبقى عندي هنا الدولة دي تبقى جوه هنا. بص بقى كده، شايف كلمة زيادة عدد الدول المجاورة لفرنسا؟ كان يقولها قلة عدد الدول المجاورة لفرنسا. شفت بقى؟ يبقى السؤال ده عليه شوية أفكار حلوة كده ممكن تتقال، ولكن خلينا نمشي وراهم. هو قلة عدد الدول المجاورة لفرنسا زي ما احنا قلنا. ماشي يا سيدي، كمل. ادرس الخريطة وجاوب. تقع المنطقة التي نشأ بها الصراع حول مصادر الطاقة بين ألمانيا وبين الحلفاء. الصراع بين الطاقة بتاع ألمانيا والحلفاء، اللي هي بتاع منطقة القوقاز. منطقة القوقاز دي ما بين قزوين وبين الأسود، بين البحرين يعني، بين بحر قزوين وبين البحر الأسود. تزامنت في مصر هجرة قسرية في الستينيات في القرن العشرين نتيجة مشروعات قومية وصراعات دولية. تنطبق العبارة السابقة عن الهجرة القسرية اللي حصلت فين؟ بص، هي دي أسوان والسويس، لأن أسوان اتعملت في المشروع بتاع السد العالي، والسويس عشان الحرب اللي كانت علينا في النكسة في 67 وكملوا ل 73. في 35 يقول لك تمثل النزاعات الناتجة عن حركة الرعاة في قارة أفريقيا صعوبة في تنمية القارة. النزاعات اللي حصلت هناك مش كانت بسبب تغيرات مناخية؟ يبقى العامل الطبيعي، شوف يا أخي سبحان الله، يبقى العامل الطبيعي هو التغير المناخي، صح. يرجع العامل الرئيسي في نجاح مجلس التعاون دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي. العامل الرئيسي دايما خد بالك بنقول اتصال أرضي، ومعاه ضيف بقى إيه؟ قوة تنظيمية بتاعته. كان الحلف الناتو دور في الصراعات في الشرق الأوسط. حلف الناتو له دور في الصراعات في الشرق الأوسط. الشرق الأوسط تبقى مش مقدونيا، مش كاترينا لأن ده في الإعصار، ومش في باكستان. يبقى تدخله في الصراعات اللي موجودة في ليبيا، دي اللي تعتبر في الشرق الأوسط. إذا أرادت مصر الانضمام للتكتل الاقتصادي نتيجة العامل الجغرافي، أفضل تكتل تساعدها في النجاح في ذلك، أفضل حاجة ممكن تنضم لاتحاد المغرب العربي لأن هو اللي جنبها على طول ليبيا. انضمام مصر لتكتل الكوميسا ساعدها على التواصل الحضاري في قارة أفريقيا. في دول عبارة بقى، استنتج الأهداف السياسية التي حققتها مصر من الانضمام للكوميسا. هدف سياسي يبقى إدارة الحوار وتسوية المنازعات، الباقي ده حاجات اقتصادية كلها. لا تقتصر التكتلات الاقتصادية على التعاون الاقتصادي، وإنما تمكن الدول من استقرار وضعها والدفاع عنها. تتفق العبارة السابقة مع أي من التكتلات الآتية؟ والله يا جماعة هي هتتفق هنا مع مجلس التعاون لدول الخليج العربي، لأن مجلس التعاون هو الوحيد اللي عامل إيه؟ اللي عامل قوات درع الجزيرة العربية. تعد من الدول التي يؤثر موقعها الجغرافي سلبا على علاقاتها الدولية. الموقع الجغرافي بيؤثر سلبا في العلاقة الدولية. خدها استراليا وتشيلي لأن هم متطرفين. لقد أصبح العالم اليوم كسوق كبير تستطيع الشراء منه دون قيود وبأي عملة، وأصبحت الدول تتشارك في الإنتاج. المقولة السابقة بتعبر عن أحد خصائص النظام العالمي الجديد، وهو إيه؟ هنا يا جماعة لما نيجي نشوف الاعتماد الدولي وظهور التكتلات بقوا معتمدين على بعض. كان العالم يسعى جاهدا لوقف الحروب وكلما فشل حاول من جديد. العبارة السابقة هنا بتشير عن فشل عصبة الأمم لأنها فقدت القدرة على إيه؟ فقدت القدرة العسكرية، لأن في حرب عالمية تانية قامت تبقى العسكري والإيه؟ والتنظيم. تتوقع إذا قامت الدول النامية باستغلال مواردها في الصناعات التكنولوجية إن ممكن يحصل عندها إيه؟ الدول الكبرى ما عادتش هتهيمن ولا تسيطر عليها تاني. إزاي نتغلب على مشكلة الرعاة في غرب أفريقيا؟ عن طريق الاتفاقيات الحدودية. أثر انتهاء الحرب الباردة على القوى المورفولوجية للدول اللي موجودة في الربع الشمالي الشرقي. الربع الشمالي الشرقي دي الدول بتاعت مين؟ الدول طبعا بتاعت الاتحاد السوفيتي، والحرب الباردة لما سقط الاتحاد السوفيتي وأثرت على شكلها وعلى مساحتها. دي كده أغلب الأسئلة، كان بس إيه يعني نقاشنا كان موجود في السؤال ده. يعني السؤال ده يا جماعة
اعتقد ان هم يعني هيراعوا ان هم يعدلوا افكار زي دي. وانت بس ما تقلقش، هو عمرهم ما يجيبوا حاجات زي كده في الامتحان بتاع اخر السنه يعني. الحمد لله خلصنا النموذج التاني. اتمنى من الله ان انت تكون فهمت، وان شاء الله باذن الله نتقابل في النماذج القادمه، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.